بسم الله الرحمن الرحيم. وفقرة جديدة من نوادر جحا. سأله أحد جيرانه يوما: عندك خل قديم له 40 سنة؟ فقال جحا: أجل عندي. فقال الجار: أرجوك أن تعطني منه قليلا. فقال جحا: لا أستطيع. فقال الجار: ولماذا؟ قال جحا: لو أجبتك إلى طلبك وأجبت غيرك وغيرك، فهل يبقى خل قديم له 40 سنة؟ سأل أحد المتحذرين جحا: أيهما أفضل يا جحا، المشي خلف الجنازة أم أمامها؟ فقال جحا: لا تكن على النعش وامش حيث شئت. كان يسير على شاطئ البحيرة، فسأله شيخ متعبد: إذا أردت الاستحمام فإلى أي جهة أوجه نظري يا جحا؟ وهل أستقبل القبلة أو أستدبرها؟ فقال جحا: وجه نظرك إلى حيث خلعت ملابسك، وإلا سرقها اللصوص. كان يتناول طعامه في شهية، فاعترضه أحدهم قائلا: لماذا تأكل بأصابعك الخمس هكذا؟ فقال جحا: لأنه ليست لي 6 أصابع يا هذا. سأله رجل معروف بالبخل الشديد: هل تحب المال يا جحا؟ فقال جحا: نعم، حتى أستغني عن سؤال البخلاء. شكى إليه أحد الناس أن داره لا تدخلها الشمس، فسأله جحا: وهل تدخل الشمس إلى مزرعتك؟ فقال: نعم. قال جحا: إذا فانقل دارك زراعة. قابله أحد الثقاء وسأله في سماجة ورقاعة: ماذا تتمنى إلى الله يا جحا؟ فقال: أمنيتي الوحيدة ألا أرى وجوه الثقلاء. لقي جحا رجلا كان صديقا لأبيه، فقال له الرجل: يا بني، كان أبوك عظيم اللحية، فما بالك أجرد؟ فقال جحا: أنا خرجت لأمي. نظر الرجل إليه وهو يأكل تمرا ويبلع نواه، فقال له: لم لا ترمي نواه؟ قال: هكذا وزن علي. استأجر رجل جحا، وكان حمالا، جحا اللي كان شغال حمال يعني، ليحمل له قفصا فيه قوارير زي أزايز أو حاجة زي كده، على أن يعلمه 3 خصال ينتفع بها. فحمل جحا القفص، فلما بلغ ثلث الطريق قال: هات الخصلة الأولى. فقال: من قال لك إن الجوع خير من الشبع فلا تصدقه. فقال جحا: نعم. فلما بلغ ثلثي الطريق قال: هات الثانية. فقال له الرجل: من قال لك إن المشي خير من الركوب فلا تصدقه. فقال: نعم. فلما انتهى إلى باب الدار قال: هات الثالثة. فقال الرجل: من قال لك أنك ستأخذ أجرا على حملك القوارير فلا تصدقه. فرمى جحا القفص على الأرض وقال له: من قال لك أن في هذا القفص قارورة صحيحة فلا تصدق. رأى رجل وهو يبذر حبا، فأراد أن يسخر منه، فقال: يا جحا، إنك تزرع وتحصد ونحن نأكل ثمرة تعبك. فقال له جحا: صدقت، فإني أبذر حب برسيم. جاء جحا إلى حاكم البلدة وقال: إني نظمت قصيدة في مدح مولانا، فإذا أراد ألقيتها بين يديه. قال: قل. وبعدما قالها جحا لم يستحسنها الحاكم، فأهداه بردعة حمار، فوضعها جحا على كتفه وخرج. فقابلته زوجة الملك وسألته: ما هذا الذي تضعه على كتفك يا جحا؟ قال: يا مولاتي، مدحت مولانا الحاكم بأفخر أشعاري، فأهداني أفخر ملابسه. حضر جحا مائدة بعض الأغنياء، فقدم له جديا مشويا، فجعل جحا يسرع في الأكل منه. فقال له صاحب الوليمة وكان لئيما: أراك تأكل منه أكل انتقام، وكأن أمه نطحتك. فقال جحا: وأراك تشفق عليه وكأن أمه أرضعتك.
كان قاضي وتاجر ماشيين معا في الطريق، فرأيا جحا وأرادا أن يعبثا به، فأوقفاه وقالا له: أخبرنا يا جحا، هل غلطت مرة في الوعظ؟ فأجاب: غلطت مرتين، الأولى قلت في الوعظ: وقاضي في النار بدلا من وقاضيين في النار، والثانية قلت: وإن التجار لفي جحيم بدلا من وإن الفجار. فخجلا وقالا له: أنت إما أن تكون حمارا وإما أن تكون مزورا. فقال لهما: لا أنا مزور ولا أنا حمار، بل بين الاثنين، يشير إليهما، فتركاه وذهبا. حكاية الحمير 8 أو 9. ذهب جحا ليطحن حبوب القوم، فاجتمعت 8 حمير لأصحابه عليها 8 أحمال حنطة، وركب حماره وسار بها، وخطر له في أثناء الطريق أن يعدها، فعدها فكانت 8، فضاع صوابه خوفا على حماره لأنه كان تاسعها، وصاح بالحمير كلها، فوقفت ونزل جحا عن حماره، ففتش وراء الشجرة وفي المنعطفات، ورجع وعدها فوجدها 9، فقال: سبحان الله. وركب فعرضت له الشبهة أيضا، يعدها فإذا بها 8، فحار في أمره وفكر طويلا، ونزل فعدها فوجدها 9، فكاد يجن، وقد فكر في حكايات الجن والشياطين وألاعيبهم، فطاش فكره، وأخذ يتلو كثيرا من الدعوات، ثم ركب حماره، وعاد الشيطان فوسوس له أن يعدها فعدها وإذا بها 8، فنزل وأخذ يصرخ بكل قوته ويتلو الآيات ويستعيذ بالله، ومن شدة خوفه بدأ يسمع أصوات غريبة، فجعل يرتجف كالورقة في مهب الريح، وحاول أن ينزل الأحمال فلم يستطيع، فانزوى تعبا منتظرا أن يمر أحد الناس فيأنس به ويطرد عنه وساوسه، وإذا برجل قد أقبل وراء الشيخ على هذه الحالة، ومن لا يعرف الشيخ وأحواله، فسأله عما حدث، فأخبره بقصته قائلا: كأنني لم يكفني حالي مع الناس، حتى إن الغيلان والجن تريد أن تعبث بي. فقال له الرجل: لا تفكر بذلك، فما هو إلا وهم طرأ عليك، وهل رأيت شيئا؟ فقال: كلا، لم أسمع سوى أصوات مزعجة. فأخذ يسليه، وبعد أن تناول شيئا من الطعام اعتدل حال الشيخ وعاوده نشاطه، فأخذ يقفز ويلعب، وودع الرجل، وركب حماره وساق الحمير أمامه، ثم قال في نفسه: لأعد الحمير الآن مرة ثانية، فعدها فوجدها 8، فنادى الرجل وقال بصوت يخنقه البكاء: انظر، إنها ما زالت 8، فما هذه الحال التي وقعت فيها؟ ولكن الرجل لم يلبث أن قال له: هل عددت الحمار الذي أنت راكبه؟ فكل ما حصل لك هو أنك لم تعد حمارك. فضرب جحا بيده على جبينه ضربة شديدة، ونزل عن الحمار، وأخذ بيدي الرجل يقبلها، وحار الرجل لاضطراب جحا فيما وقع له، ولم يمكنه أن يمنع الشيخ من سبيل يديه قائلا: الله يرضى عليك، فقد أرشدتني وأعدت إلي حياتي وعقلي، لأني كدت أجن مما جرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفقرة جديدة من نوادر جحا. سأله أحد جيرانه يوما: أعندك خل قديم له 40 سنة؟ فقال جحا: أجل، عندي. فقال